بيني وبينكم ما هو برضه من حقه لما يطلب مني حاجة في عزومة وكمان قدام اهله لازم بس اشرفه، مش مش عشان اشرفه يتحداني ويستفزني ويقول لي لا انا هجيبها احسن من بره بدل ما انتي تعمليها وتطلع مش قد كده. بيني وبينكم يا بنات الكلام استفزني قوي، رحت بصله كده ومبرقاله وانا قبلت التحدي. تعالوا بقى انا راضيه ذمتكم كده اشهدكم على احلى عرق هنعمله بطريقه سهله وبسيطه يشرفك في العيد. لو انتي عندك عزومه وكمان لو هتعمليه لولادك في العيد هيبقى بجد طعمه طريقه سهله وبسيطه. وعايزه اقول لكم بقى هو اول ما شافه كده وانا برصه في الصينيه قعد بقى جنبي يقول لي ايه الجمال ده وايه العظمه دي، قعد بقى يلطف. عايزه اقول لكم قلت له بقى دوقه كمان، داقه بقى ولقى فعلا طعمه خطير، غير بقى حبايبنا اللي كانوا معزومين واتصدموا من الطعم وكمان يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا بقى يا بنات، اول حاجه معايا بجيب العرق ده. العرق بيبقى من اول 2 كيلو لحد ايه فيما فوق لحد مثلا 4 5 كيلو. ده طبعا بيختلف علشان التسويه. خلي بالك هنا بقى لو هو مش منضفه بتبتدي ان انت تنضفيه، وطبعا الزياده دي بتاخديها بتعملي بيها ما بنرميهاش، بنحطها لو بفرم لحمه مفرومه او كفته ببتدي ان انا احطها فيها بتبقى حلوه قوي. ببتدي بقى انضفه كده بالشكل ده بالراحه، وخلي بالك علشان ما تشيليش لحمه كتير من الدهون اللي بتطلع دي. ببتدي بقى انضفه كده بالشكل ده، وببتدي بعد كده اجيب بقى الخيط اللي هي خيط المنجد، طبعا كلنا عارفينه مش هننجد بيه بس هنلف بيه اللحمه. طبعا في جزارين بيعملوا هم الخطوه دي، لو انت حابه، لو مش حابه تقدري تعمليها. طبعا لما بيكون الجزار كمان رايق يعني بيبتدي ان هو يعمل لك الخطوه دي بس. وبعد كده بقى بتبتدي ان انت تربطيها كده بالخيط الدباره زي ما انتم شايفين. دي اسهل طريقه للتربيط، بتبقى سهله كده وبسيطه، وبتخلي اللحمه كمان معانا ما تكشش. سهله جدا. بتجيبي الاول كده طرف الخيط وبعدين بتبتدي ان انت تلفيه كده على بعضه، وبعدين بتبتدي ان انت تقفلي بقى الخيط كله من الجنب اللي ورا. بس بعد كده بقى ببتدي ان انا طبعا كده العرقين ما شاء الله جاهزين عندي علشان ابتدي ان انا اتبلهم. بعد كده بقى ببتدي ان انا اجيب السكينه كده بيكون لها سن، وابتدي ان انا اعمل كده فتحات فيها صغيره علشان ابتدي احط كده فصوص الثوم صحيح زي ما حضراتكم كده شايفين. الخطوه دي مهمه جدا، بتدي طعم حلو جدا للحمه نفسها وبتبقى حلوه قوي. ببتدي بقى اعمل زي ما انتم شايفين كده الفتحات واحط فيها فصوص كده الثوم من جوه، بغرزها بقى جوه كده كمان علشان ما تبتديش ان انا وانا بسويه او بعمل له صدمه على النار تبتدي ان هي يطلع الثوم من فحاولي يعني اعملي فتحات كده لقدام شويه. بعد كده بقى بجيب كده في طاسه على النار او صينيه ببتدي احط فيها كده زبده او ممكن طبعا سمنه، بس الزبده بتديله طعم حلو، ممكن برده سمنه بلدي. ابتدي بقى ايه اديله صدمه كده وتشويحه حلوه علشان كده ياخد لون قبل ما يدخل طبعا الفرن. بصوا بقى اللحمه المسام بتتقفل معانا وفي نفس الوقت بقى بياخد لون معانا وتشويحه وطعم بقى الزبده بيبقى حلو جدا. ابتدي بقى اقلبه كده على النار، بس خلي بالك اوعي تحرقيه، ما تكونش النار عاليه قوي معانا. بصوا بياخد بقى اللون برضو حلو زي ما قلت لكم. وببتدي بقى بعد كده اجيب طاسه بحط فيها زبده او سمنه زي ما انتم حابين، وبجيب حوالي نص كيلو من البصل بقطعه كده شرايح او جوليان، واحط عليه كده طماطم وفلفل رومي احمر، واحط عليه كده حوالي 10 فصوص من الثوم المفروم، بحط عليه ملح وفلفل وكمان بهارات لحمه. ده الصينيه بحط فيها ورق الالومنيوم، وبعدين بحط عليه ورقه زبده علشان طبعا ما يتفاعلش معانا في الاكل، وانزل كده بالخضار اللي احنا شوحناه مع بعض على النار. احط بقى العرقين بتوعنا واحط عليهم بقى الخلطه الجميله دي. خلطه حلوه جدا بتديها طعم حلو جدا جدا يعني بصوا فوق الخيال. بنزل عليها بميه سخنه، ودي خطوه مهمه جدا، ما تنزليش بميه بارده، انزلي بميه سخنه. وابتدي بقى اقفلي، وبتكوني طبعا شغاله الفرن ومسخناه، وببتدي ان انا ادخلها الفرن على درجه حراره الفرن هتكون عاليه. وبعد بالظبط 10 دقايق ببتدي ان انا اوطي بقى الفرن، وابتدي ان انا اسيبها في الرف اللي تحت علشان تبتدي ان هي تستوي معانا. بيقعد معانا بالظبط ساعه وبيطلع بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. طبعا حسب كمية العرق قد ايه او حسب الوزن بتاعه قد ايه، كل طبعا ما بيزيد في الوزن والحجم كل ما بيبتدي ان هو ياخد تسوية. ابتدي بقى بسيبه علشان يبرد، وابتدي اشيل بعد كده من عليه كده الخيط زي ما حضراتكم كده شايفين. طبعا الصوص اللي احنا عملناه مع بعض ده ما بنرميهوش، خلوا بالكم بنسيبه. اقول لكم هنعمل بيه ايه دلوقتي. ببتدي بقى اقطع بقى، بصوا قطعة اللحمة بصوا خطيرة يا جماعة، بصوا التسوية كمان جدا جدا جدا. بشيله بقى كده في اكياس واسيبه الاول، طبعا بسيبه
بسيبه يبرد خالص قبل ما ابتدي حتى اشيل الخيط، وبعد كده بشيله كده في اكياس واحطه في التلاجة لمدة ساعة كده علشان يبقى سهل التقطيع معاكي وانتي بتقطعيه، وكمان ممكن تشيليه في التلاجة لتاني يوم. هنا بقى الخليط اللي احنا عملناه مع بعض اللي هو الطماطم والبصل البهاريز بقى بمعنى اصح، طبعا المية اللي نزلت من اللحمة مع المية اللي انا زودتها ببتدي اخدها بقى كده واضربها في الهاند بلندر، وده بيبقى الصوص بتاع اللحمة اللي احنا بنحطها عليه بقى. بعد كده ببتدي بقى اقطعه شرايح كده بالشكل ده. بصوا الشريحة عاملة ازاي، بحاول اقطعه على قدر الامكان شرايح متساوية، وممكن برضو تخلي الشريحة ارفع او اتخن حسب ما انت حابة. بصوا هنا انا كنت بقطعه كمان ده ارفع شوية من الاولاني. بصوا خطير، وطعمها والله العظيم يا جماعة فوق الخيال، انبهر بيها وبطعمها بجد، قال لي مش ممكن، واتبسطوا قوي منها، كان طعمها خطير جدا. هنا بقى كنت عاملة طبعا رز كده بسمتي بيبقى حلو قوي في التقديم معاها، وابتديت ان انا اجيب بقى كده الشرايح اللحمة الباردة، بصوا هحطها بقى كده وكانت تحفة جدا. وابتديت بقى بعد كده اجيب الصوص واحطه كده عليها. الصوص بقى بصوا ميكس كده خطير من الطعم، وطعم بقى اللحمة باين قوي فيه وطعمه حلو قوي. وابتديت بقى دلوقتي كده احط الصوص كده من فوق، مديله بقى طعم حلو قوي ونكهة بصوا خطيرة. اقول لكم كل الموجودين كانوا هيتجننوا على الطبق ده، واصحاب العروسة عجبهم جدا وقالوا لي لا هتعملي هن ان شاء الله في فرحنا باذن الله، ربنا يفرح البنات كلها. حطيت بقى شوية فلفل الوان كده مع الصوص، بجد خطير، هو مش محتاج بس زيادة كمان. بألف هنا وشفا. جربوه ان شاء الله في العيد، من الوصفات الحلوة جدا اللي هتشرفك في العزومات. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير، وكل سنة وانتم طيبين.